السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أكلة وترويقة. تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض طاجن البامية الجميل دوت. وتعالوا بقى أقول لكم على تكاته البسيطة خالص بتاعتي اللي اتعلمتها من أمي الله يرحمها، اللي هتودي طاجن البامية دوت في حتة تاني خالص. بصوا بقى، تعالوا كمان أقول لكم على سر خضار البامية كده، والواحدة بتبقى بوحدتها ومستوية وجميلة جدا. قبل ما نبدأ بقى كده صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحط لنا لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناة. تعالي بقى كده نسمي اللون نبتدي. انا جبت الحلة بتاعتي كده وحطيت فيها معلقة من السمنة، وجبت بصلاية كده قطعتها قطع صغيرة خالص، ويا دوب اتشوحتها تشويحة بسيطة جدا، ونزلت عليها بمعلقة من التوم. تعالي بقى شم ريحة التوم كده وانزلي بالتكة الجميلة ديت. هتحطي كده رشة كمون ورشة كزبرة، وقلبي بقى كده وشم الريحة في الخطوة الجميلة ديت. هتشم ريحة التوابل كده وهي بتتحمص مع البصلاية والثوم، بجد خطيرة جدا. تعالي بقى دلوقتي هحط معلقتين بس من الصلصة، ايوه هما معلقتين بس، وبعد كده هنكمل تاني. شوحي بقى التشويحة الجميلة دي كده بالظبط. وتعالي بقى اعملي التركايه الحلوة دي جدا اللي هتنقل اللحمة في حتة تانية خالص. انا اللحمة بتاعتي انا سلقاها 3/4 سوا، او يا دوبت بس ناقص لها 10 دقايق كده وتدخل في السوا وتبقى تمام. هاخدها انا بقى دلوقتي هشوحها كده مع البصلايه والثوم ومع معلقتين الصلصه دول، لغايه كده ما اللحمه تاخد معايا لون جميل كده وتبقى تمام. الخطوه دي بتنقل اللحمه في حته تانية والله، وبتخلي ريحتها جميله جدا. انزلي بقى بكميه عصير الطماطم بتاعتك على قد الباميه اللي انت هتعمليها. انا دلوقتي هعمل نص كيلو باميه بس. انا هسيبها بس كده تاخد غلوه حوالي بتاع 3 دقايق كده. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، عباره عن ملح ورشه كده من الكمون بسيطه، ورشه من الكزبره عشان احنا كنا حاطين في الاول، ورشه كده من الفلفل الاسود. بس كده هسيبها تاخد غلوه كده بسيطه مع بعضيها. وتعالي بقى اوريك الباميه اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض في اخر فيديو فات. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، دي احنا كنا مفرزينها مع بعض، طالعه من الفريزر خضره خالص، ما سودتش ولا اي حاجه ولا لونها اتغير، وجامده وجميله جدا. التركايه بقى اللي انا قلتلك عليها في الفيديو اللي فات، ان انا باخدها بتلجها كده اهوت، دي اهم خطوه، وان انا انزلها كده في الصلصه على طول. دي بتحافظ على الباميه وبتخليها الواحده بوحدتها، وبتحافظ على خضرها وبتبقى جميله جدا. هتشوفيها معايا لما تطلع كده في الطاجن خطيره. هتقلبي بقى الباميه كده مع الصلصه كده تقليبه بسيطه. دلوقتي بقى هبتدي انزل بالشوربه بتاعتي، يا دوبت كده هتغطي وش الباميه. هنزل بالكميه كده اللي هي عايزاها، وهغطي كده وشها وهديها تقليبه بسيطه بس كده، وهغطي على الحله بتاعتي يا دوبت تستوي، ما خدتش معايا اكتر من 10 دقايق، وكانت الباميه طالعه مستويه معايا وجميله جدا. تعالي بقى نختبرها كده. بص الباميه طالعه الواحده بوحدتها، ما اتكسرتش، وفي نفس الوقت مستويه وجميله جدا. بصي دوسي عليها كده بالشوكه، لما تلاقيها تفتح كده معاكي تبقى كده تمام، حلوه قوي. بصي بقى يا ستي، هاتي بقى الطاجن بتاعك كده بعد الباميه ما استوت وبقت تمام، وانزلي بقى بكميه الباميه بتاعتك في قلب الطاجن بالطريقه دي كده بالظبط. في الخطوه دي اللحمه برضو استوت وبقت عجميه وجميله جدا. يلا بقى حطينا لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناه. دلوقتي بقى انا نزلت بكميه الباميه كده بتاعتي في الطاجن، هسويها بس كده اهوت واطلع اللحمه فوق الوش عشان تاخد لون حلو جدا. هاخدها بقى دلوقتي انا احطها على الشوايه، يا دوبت كده اقل من 10 دقايق على حسب نار الشوايه بتاعتك. والطاجن معايا طلع قمر كده وجميل عسل، مش قادره اقولك بقى ريحته عامله ازاي، بجد خطير خطير. بصوا بقى الباميه خضره وجميله خالص ازاي. يلا بقى جربيه بالطريقه ديت وهتدعيلي ان شاء الله. حطيلنا بقى لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناه. مع السلامه.